السلام عليكم. وحشتوني يا أجمل وأغلى إخوات في الدنيا. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة الفطاير بالفراخ، سريعة وسهلة وبسيطة، مش محتاجة مننا أي وقت ولا أي مجهود، في ثانية هتتعمل. وهننزل مع بعض بالخطوات على طول. وفي طبق عميق وهننزل بكوباية من مية البصل، ومعاها معلقتين من الخل، وكمان هنضيف عليهم ليمونة، هنعصر ليمونة كويس عليهم، ليمونة كاملة. وهننزل بالتوابل بتاعتنا بقى في تتبيلة الفراخ، مع نص معلقة بابريكا، نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بهارات فراخ، ومكعب مرقة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض علشان المكونات دي كلها تندمج مع بعضها. كده كده المكعب ده هيدوب خالص ويبقى تحفة. فهبدأ ان انا اقلبهم كويس، وهنزل معاكم بالفراخ. عايزة قطع فراخ شرايح، مفيش اي مشكلة، تفرميها نص فرمة برضو مفيش اي مشكلة، ده كله هيتصفى في الاخر، احنا مش هناخد المية دي خالص واحنا بنعملها. هنتبلهم كده، انا نزلت كمان بفصين توم، هنتبلهم كده ساعة على رخامة المطبخ، ما تحطهمش في التلاجة خالص. وابدأ بالعجينة بقى. معانا في طبق عميق كوباية من اللبن، وكوباية من المية، ومعلقة من الخميرة، وهنقلبهم كويس. نعمل كده تيست للخميرة، طول ما هي بتعمل فقاعات كده فما تقلقيش خالص، الخميرة بتاعتك كويسة جدا. هبدأ انزل بمعلقة من السكر، وهقلبهم كويس جدا، هيندمجوا مع بعض كده. وهنزل معاكم بمعلقة من الخل. الخل طبعا بيخليها هشة وجميلة، بدل المحسنات والحاجات دي. فهقلبهم كويس، واحط معاكم معلقتين من الزيت. معانا هنا الدقيق، انا حطيت مثلا نص كيلو دقيق، انت عايزه تحطي اكتر ضعف الكميه. لو عايزه تعملي صينيتين تقدري ان انت تعملي كيلو. لو عايزه تعملي نص يبقى خلاص نص كيلو صينيه واحده. هلفهم كويس جدا كده بايديا. هبدا بقى ان انا استخدم ايديا علشان اعرف احس العجينه والفها كويس. هديها لفة كده، وبأول ما الدقيق وكل حاجة تندمج مع بعض هنزل عليها بشوية مية. المية اللي احنا هنحطها تدريجي، يعني انا هقول لكم في الاخر انا استخدمت مية قد ايه. هي كوباية مية حطيتها على جنب، هقول لكم استخدمت قد ايه من السوائل. ما ينفعش نحط المية كلها مرة واحدة، لان ممكن الدقيق ما يستقبلش المية دي كلها. جايز الدقيق بتاعك بيسيح، اللي هو بيفرش وبيسيب خالص كده، ده طبعا مش عايز المية كلها مع بعض. انا بستخدم انا بستخدم ماركة الاهرامات، دقيق متعدد الاستخدامات. تقدري لو دقيق الغلة بتاعك كويس تقدري انك تستخدميه، طبعا مفيش اي مشكلة. لو الدقيق بتاعك مش كويس وعندك دقيق متعدد الاستخدامات ومش عارفة تعملي في الدقيق بتاعك تقدري تحطي نص ونص. طبعا هنزل كده اعجن فيها شوية علشان العجينة بتاعتك تطرى وتبقى كويسة جدا معاكي. تسيبيها دقيقة على الرخامة بتاعة المطبخ، يعني تعجني شوية وتريحي شوية. حبايب قلبي اللي ما بيقدروش يعجنوا بايديهم وعندهم عجان، طبعا يعجنوا فيه، بس تريحي العجان كل دقيقة. كل ما بتريحي العجينة بتريحك وبتنعم معاكي. انا بنزل نقطة بنقطة كده من المية، ما بحطش المية كلها على بعضها علشان ما يسيبش كده ويحل مني. فانا بعجنه واحدة واحدة. باجي اختبره كده وبشد العجينة طول ما هي بتتقطع، والمسام بتاعة العجينة واسعة كده، اعرفي ان هي مش مخدومة خالص. طبعا المخبوزات زي ما احنا عارفين عجينة كويسة. طول ما عجينتك كويسة طول ما هتديكي قلب كويس للعجينة، مش هتبقى فرشة كده في الصينية، مش هتبقى مبلطة ملهاش قلب. فانت طول ما بتعجنيها طول ما بتبقى طرية، ما بتبرولش معاكي على طول، بتبقى تحفة. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. انا هنا كنت بادئه برضو الف فيها كمان شوية، وكل ما بسيبها دقيقة كده برجع بقى بلاقيها نعمت ازاي. ببل ايدي بس مية وبلاقيها نعمت خالص. في ماركات كتير حلوة قوي، بس بتختلف بقى من بلد لبلد اسم الماركة، يعني زي الاهرامات وابو الدهب، واللي كمان في ماركة حلوة قوي اللي هي المرشدي جميلة.
انا كمان كنت بستخدمها الاول، بس حسيت اني ماركة الاهرامات احلى كمان. بدأت بقى ان انا احط معلقتين كده من السمنة، وهبدأ اوريكم اول ما بتحط السمنة ايه اللي بيحصل للعجينة. طبعا بتتقطع وبيبقى شكلها اتغير تماما. اوعي في المرحلة دي تفكري انك تحط دقيق، لا طبعا. هي لما تتقطع كده وتسيح كده منك، هتبدأ ان هي تلف معاكي وتبقى كويسة، بس واحدة واحدة مع العجن. انا ما بفصلش الكاميرا علشان اوريكم ان هي لما بتسيح وعجنها شوية بتظبط خالص، تبدأ تنعم، بتبدأ تبقى طرية وكويسة. هسيبها برضو دقيقة وهرجع لها ألمها بقى، وعلى كده خلاص. هنا كنت بشوفها، حسيت بقى ان هي لسه بتلزق سنة كده، فقلت خلاص اعجنها كمان شوية واختبر العجينة. انا بشدها كده، اول ما بلاقيها طريت ما بقتش تتقطع معايا، بعرف ان كده العجينة مخدومة وبقت تمام. شايفين المسام بتاعتها قفلت وبقت ناعمة. اخدت مني قد ايه عجين؟ اخدت مني ربع ساعة وانا بعجنها. اي بولة عندك هتجيبيها تمسحيها بمسحة زيت كده وتحطي فيها العجينة بتاعتك، هتقعد تخمر معاكي مش اكتر من نص ساعة، لان هي انا هقرصها واسيبها تخمر كمان شوية، فعشان ما يبقاش ريحتها خميرة قوي. بورق الاسترتش الراب بتاعك لو موجود عندك، مش موجود عندك تقدري باي كيس عندك وباي فوطة ان انت تغطيهم. هنرجع بقى لتتبيلة الفراخ مع بعض. اي حاجة عندك هتحطيها على النار وتحطي فيها معلقة سمنة تسخن حلو قوي، علشان انا مش عايزة الفراخ تفقد السوائل بتاعتها. اول ما بحطهم مش هفضل ان انا اقلب فيهم على طول، علشان ما تنزلش المية بتاعتها، عايزاها تبقى ناشفة. حرارة الزيت لما بقلب بتهدى، فانا عايزاها سخنة زي ما هي. هقلبها تقلبتين كده واسيبها شوية. جوزة الطيب هاخد منها بشرة بس كده صغيرة، لان هي بتبقى ريحتها قوية جدا، وهسيبها تتشوح شوية، اقلب فيها كده علشان تتشوح. اول ما لونها بيبيض معانا وبيغير، هي دي المرحلة اللي ابدأ بعد كده ان انا انزل عليها كل حاجة انا عايزاها. هبدأ ان انا كنت مجهزة مقطعة بصل شرايح كده، وحط عليه شوية فلفل اسمر وملح ودعكهم كويس جدا. هبدأ ان انا انزلهم واشوحهم مع بعض كويس. وهنزل معاكم بفلفل الوان. موجود عندك فلفل الوان ماشي، مش موجود تقدري تحطي فلفل اخضر عادي خالص، مفيش اي مشكلة. المتوفر عندك تقدري تعمليه. هشوحهم كده لحد ما احس ان الفلفل شويه تشوح، مش عايزاه مستوي قوي، انا عايزاه بيجرش شويه، لان هيكمل سوا في الفرن. هبدأ معاكم اشوف العجينه، انا عايزاها كده ما تخمرش اكتر من كده، علشان لسه هخمرها بعد ما اقرصها. ايديا معكوكه زيت، وهبدأ اهبط العجينه كده، وهاخدها معاكم واقطعها كذا قطعه، على حسب بقى ما انت هتعملي صينيه، هتعملي واحده كبيره وواحده صغيره، على حسب ما انت عايزه ايه. المهم ان التقريصه بتبقى كبيره بالشكل ده. اهم حاجه تبقي رشه دقيق تحتها عشان ما تلزقش. كنت بحاول اخلي اتنين صغيرين واتنين كبار، علشان انا هحط الصغيرين دول في الصينيه الصغيره، هغطيها بكيس تخمر شويه. بعد ما سبتها ربع ساعه كده ترتاح خالص، جيت ان انا افردها، لقيتها كل ما بفردها بترجع تاني، فقلت اغطيها واسيبها شويه ترتاح شويه علشان اعرف افردها كويس. لان العرق بتاعها عايز يتكسر يهدى شويه عشان اعرف افردها. بالنشابة بتاعتك بقى، وبتبدأي ان انت تفردي كده، ولو لقيتيها برضو مش مريحاكي ابدأي برضو غطيها شوية، علشان وشها ما يقشفش لازم تغطيها. لو وشها نشف من فوق مش مستحب خالص في العجينة. فردتها كده، وبدأت ان انا اجيب الصينية
مش لازم الصينيه تبقى بتاعتك مدهونه اي حاجه خالص، عادي. شلتها حطيتها في الصينيه. طبعا كنت مفكره ان الكاميرا بتصور، بس للاسف كانت وقفت مش شغاله. هوريكم برضو وانا بحط الوش اللي فوق دلوقتي. طبعا بنحط بقى الحشوه بتاعتنا، اي جبنه انت عايزاها، اي جبنه، جبن ميكس، جبن بقى شيدر، جبنه رومي، اللي يريحك وبتحبيه تقدري تحطيه. اهم حاجه ما تحطيش على الاطراف، علشان واحنا بنلزقها ما تتفتحش مننا، احنا عايزينها مقفوله كويس جدا. لو حطينا على الاطراف مش هنعرف نقفلها خالص. فهبدا ان انا احاول على قد ما اقدر، اللي هو جه مني قدام هبدا ان انا ارجعه، وهاخد الجزء التاني وهفرده بنفس الشكل، علشان ده هنغطي بيه وش الصينيه من فوق. هفرده معاكم تاني علشان نشوفه مع بعض. طبعا ابدأي افردي ايديكي، بتشوفي المكان العالي، والايد التانية بتفرد بالنشابة، بتشوفي المكان اللي محتاج انك تفرديه وبتفرديه. اعذروني لو انا طولت عليكم في الكلام، بجد انا اسفة والله، بس علشان اوريكم كل خطوة انا بعملها، مش عايزة اي حاجة تقع مني ما تشوفوهاش. بدأت ان انا جبت الصينية وخلاص، بقى هشيلها وهحطها على وش الصينية من فوق واقفلها كويس جدا.